حبايب قلبي وحشتوني، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. بصوا بقى، انا عارفه ان انا غايبه عنكم شويه حلوين، بس انا النهارده راجعه لكم بفيديو باذن الله يعجبكم. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تحطوا اللايك وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. تمام. تمام. هنا بقى ايه اول وصفه معايا في النهارده؟ محشي. كان عندي فراخ الفراخ، يعني عندي اللهم صل على النبي طماطم مفرزاها في الفريزر، فطلعتها وحطيتها على البوتاجاز تفك. ومعايا برضو ورق عنب مفرزاه، ومعايا كرنب هنا برضو مفرزاه. فطلعت كام كيس كرنب، وطلعت كيلو الورق العنب. فانا دلوقتي بغلي ميه عشان احط الورق العنب في ميه مغليه، بسلقه يعني كده. تمام. تمام. وفضيت كل الاطباق اللي انا مفرزاها بتاعه الكرنب في بوله كبيره، وهسيبهم يفكوا اما عقبال ان اعمل البصله بتاعه المحشي. معايا هنا كام بصله، 5 6 بصلات كده حلوين، ولا هم كبار ولا هم صغيرين، وهضربهم في الكب. تمام. تمام. زي ما قلت لكم، حطوا اللايك وتقولوا لي رايكم في الكومنتات علشان رايكم بيهمني. وباذن الله باذن الله الفيديو باذن الله هيعجبكم و... وهستنى تعليقاتكم. هنا خلاص اهو حطيت الورق العنب في بوله، اقوم بقى حط عليهم شويه ميه مغليين زي ما انتم شايفين كده. تمام. تمام. جبت بقى الكبه، وهحط فيها كميه البصل اللي احنا قشرناهم مع بعض، وهفرمهم فرم ناعم، مش ناعم قوي يعني، بس يكون ولا هو ناعم قوي ولا هو خشن قوي. تمام. وعايزاكم تقولولي مبروك على الكبه دي لسه جايباها. اللي متابعني هيلاحظ ان انا لسه جايباها، لان الكبه اللي عندي صغيره بتاخد بصلتين كده بالكتير قوي، وبصراحه كانت مكسوره. فمين بقى اللي جابتها لي؟ مامتي، ربنا يخليها لي يا رب وما يحرمناش منها ابدا ويطول في عمرها. زي ما انتم شايفين كده، هنا خلاص فرمته. هنا بقى معايا كوسه وفلفل. هبدا انضفهم كده واغسلهم عشان نقدر نحشوهم مع بعض. هنا اهو كنت بغسلهم وخلاص الورق العنب اتسلق. تعالى اما اوريكم بقى انا بنضف الكوسه والفلفل والبرنجان ازاي. بس البرنجان كنت جه متاخر، فقلت اما انضف دول مع بال البرنجان يجي. بالشكل كده بشيل الحته اللي فوق والحته اللي تحت بالسكينه وبالمقوره ببدا ازجزجهم كده من بره، وبعد كده بقورهم بس كده. والفلفل بدخل الحته اللي فوق ديت لجوه، وبقوم شايلها على طول، بتشيل بكل سهوله. هنا بقى معايا بوله، معايا طاسه قصدي، هحط فيها شويه زيت حلوين واحمر البصله بتاعه المحشي. في ناس ما بتحمرهاش، وبيبقى طعمها حلو برضو، يعني في ناس بتحطه ني في ني. بس انا قلت اما احمرها، انا بعمله اللي هي ني في ني وبيطلع طعمه تحفه والله. بس انا بقى حبيت اعلي التست شويه، لما بيتحمر بيبقى احلى. يعني البصله بتاعه المحشي لما بتتحمر بتبقى احلى بجد. هبدا بقى احمرها كويس قوي، مش قوي يعني تاخد اللون الجولد اللي انا عاوزاه. هسيبها بقى تتحمر وتاخد وقتها كده. معايا هنا كيلو لحمه، هسلقه علشان عايزه شوربه عشان نعمل الرقاق. هبدا بقى اقطع اللحمه مكعبات لانها ما كانتش متقطعه. وبعدين هجيب حله احط فيها معلقه سمنه وملح. ملح لا ملح مش دلوقتي، مستكه وورق لوري وفلفل اسمر. وببدا اشوح اللحمه لحد ما تاخد لون، وبعد كده بنزل بالميه المغليه، ولازم تكون مغليه ما تبقاش من الحنفيه. هنا اهو البرنجان خلاص جبته وقورته، وهنا خضره المحشي، وهنا ورق خس. خضره المحشي اللي هي عباره عن شبت وكزبره وبقدونس. وهنا خلاص البصله اتحمرت، والتسبيكه خلاص هي اوريدي اصلا التسبيكه كانت متسبكه. واحط ملح وشطه وكمون وكزبره وشويه بهارات محشي، ومعلقه هريسه شطه، وده اساسي. هنا بقى خلاص، هنا كنت بغسل الرز. هبدا بقى احط كله فوق بعضه. حطيت الرز وحطيت الخضره وحطيت التسبيكه. هبدا بقى هقلبهم كويس جدا وهدوق، هشوفها محتاجه بهارات تانية ولا لا. وفعلا هي احتاجت ملح وشويه بهارات اللي احنا حطيناهم تاني، بس انا كترت.
هنا بقى خلاص بدأت احشي. تمام. وهنا نسيت ان انا لازم احمر البرنجان، فقمت حمرته وقلت اما اكمل. وانا بقى ايه هخلص كل الكميه اللي معايا. إيه الحله اللي انا بحشي فيها دي مش بتاعتي، بتاعت ماما. بس انا عشان ما عنديش حلل كبيره وبحب اكل المحشي في الحلل اللي هي الالمونيا دي، بتدي طعم تحفه بصراحه. فانا ايه بقى إيه فخدتها منها خلاص. وخلصت الكميه اللي معايا، فدخلت على الورق العنب. جبت الطاجن اللي هحشي فيه الورق العنب، حطيت فيه شرايح بصل، وبعد كده حطيت كام ورقه كده ما كنتش محتاجاهم بتوع الكرنب لونهم اخضر يعني. وبعدين قمت حاطه ايه اللحمه اللي احنا سلقناها مع بعض، كانت خلاص اوريدي استوت. هبدا بقى ايه احشي الورق العنب. حبيت اعمل الورق العنب في الطاجن عشان لما اجي اقلبه ايه هنشوف كل ده مع بعض يعني، ما خبتش عليكم حاجه، كل حاجه وريتها لكم. الورق العنب لو ما طلعش صغير وقد علقه الصباع كده ما احبهوش، لازم اكله صغير كده. ايه رايكم بقى؟ خلاص انا كنت بحضر المحشي كل المحاشي بالليل، فخلاص حشيت الكرنب والورق العنب والكوسه والفلفل والبرنجان وعنتهم فين في التلاجة. تمام. تمام. الصبح بقى ايه صحيت عشان اخلص بقيت ايه الحاجه. هنا كنت بقشر كام بصلايه كده، بصلتين كبار عشان اعصج اللحمه بتاعه الرقاق. تمام. تمام. هنا خلاص جبت الكبه وقمت فرمه البصلتين علشان زي ما قلت لكم اعصج اللحمه المفرومه. جبت معلقه سمنه في طاسه وهقوم حاطه عليها البصل وابدا اقلبهم لحد ما ياخدوا لون، اللون اللي هنشوفه مع بعض لون جولد كده، ولا هو اصفر قوي ولا هو محروق يعني، بس اللي هو ايه يبدا يدبل كده وياخد لون جولد. فهبدا بعدها اقوم حاطه ايه اللحمه المفرومه مع بعض لون جولد كده، ولا هو اصفر قوي ولا هو محروق يعني، بس اللي هو ايه يبدا يدبل كده وياخد لون جولد. فهبدا بعدها اقوم حاطه ايه اللحمه المفرومه، واحط على اللحمه المفرومه ايه ملح وفلفل اسمر بس. كنت عايزه احط جوز الطيب بس بصراحه نسيت. هنا خلاص بقى كان ضيوفي جيهم فقلت ايه خلاص يلا بقى اما نعلق على المحشي ونعلق على الحاجه. هنا ما جبت معلقتين صلصه وحطيت عليهم شويه شطه وشويه مرقه دجاج وملح وشويه زيت، وبعدين ايه هنزل بشويه ميه. تمام. الخليط ده هسقي الكرنب وهسقي الفلفل والبرنجان والكوسه. هنا اهو خلاص سقيت الكرنب وهسقي الفلفل والبرنجان والكوسه وهعلق عليهم. ده بقى ايه خليط الورق العنب، هيها برضو ملح وكل حاجة، بس هزود ايه معلقتين كده ايه دبس رمان وشطة ومرقة دجاج وملح وشوية مية. وبعدين ايه هنسقي بقى ورق العنب بتاعنا القمر. خلاص دخلت بقى ايه الطاجن الفرن وعلقت على المحشي وعلقت على الكوسه والفلفل والبرنجان. هنا بقى هنعمل مع بعض إيه تتبيله حلوه جدا وخفيفه وباذن الله تعجبكم، سهله قوي قوي. تتبيله الفراخ. جبت كبه وحطيت فيها بصل وفلفل وتحطي طماطم لو عندك، بس انا ما كانش عندي طماطم فعملت باللي عندي، بس لو حطيتي فيها طماطم بتفرق. جبت بقى الصينيه اللي هرص فيها الفراخ وادخلها الفرن. حطيت هنا البصل والفلفل، احط مستردة واحط لو عندك زبادي حطي، بس انا ما كانش برضو عندي زبادي فحطيت رايب، مش هتقول لا يعني. وعسل ابيض، العسل الابيض اساسي بيدي تست حلو قوي، وبصل بودر وتوم بودر وشطة وملح وفلفل اسمر وشوية زعفران. هيدي لون حلو، مش بيدي طعم ولا حاجة بس بيدي لون يكون حلو كده. زيكم يا حلوين. وشوية مرقة دجاج. هبدأ بقى ايه اقلب كل دوت واقوم نازلة بالفراخ
واغطي الفراخ كلها بالتتبيله القمر دي واحطهم في التلاجة بصراحه شويه، برغم ان انا ما كانش عندي وقت، بس حطيتهم في التلاجة شويه. قلت اما عبال اعمل الرقاق، ويكون الطاجن الورق العنب خلص، فدخلهم مع بعض يعني الفرن. هنا خلاص جبت شوربه من اللي احنا سلقنا اللحمه بتاعت امبارح، دي شوربه اللحمه اللي احنا سلقناها مع بعض من امبارح. تمام، سخنتها شويه حلوين. وبعدين بقى هبدا احط كل ورقه ابلها بالشوربه واحطها في الصينيه لحد ما اعمل كام طبقه كده، وبعد كده هنزل باللحمه المفرومه اللي احنا عصجناها مع بعض، وبعدين وهكذا، يعني نص تحت ونص فوق واللحمه المفرومه في النص. انتوا اكيد شطار وبتعرفوا تعملوا كل حاجه، بس انا بوريكم انا بعمل ايه مش اكتر. زي ما انتوا شايفين كده خلصت كام طبقه تحت، وقمت رصه اللحمه المفرومه، وهكمل بقى بقيه الطبقات. هنا حطيت معلقه سمنه وشويه لبن صغيرين، وهبدا ادخلها الفرن. هنا خلاص كل حاجه جهزت معايا، خلاص طلعت الرقاق وطلعت الورق العنب والمحشي والكوسه والفلفل والبرنجان خلصتهم. وهنا حمرت السمبوسه. هنا خلاص بقى هبدا ارص كل حاجه على السفره. هنا خلاص رصيت الرقاق ورصيت السمبوسه، وهنا بقى طاجن الورق العنب. شفتوا وانا بقلبه فنانه، نزل زي ما هو ومفيش اي حاجه لازقه. بصوا استنى الله، قمر. انا ما بعملش اصلا الا كل حاجه قمر. هنا بقى خلاص هبدا ارص الفلفل والكوسه والبرنجان في اطباق واطلع على السفره. وهنا عملت عصير جوافيه. بصوا طاجن الورق العنب قمر ازاي، مشرفني في السفره والله قمر. هنا بقى خلاص الفراخ طلعت وكانت دايبه دوب، رصيتها في الاطباق. جبت كده سرفيز يكون طويل ياخد يعني كميه الفراخ اللي معايا. والحمد لله الاكل كان تحفه، ومبسوطه قوي 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 ان هم عجبهم. ربنا يخليهم ليا يا رب. كان المعزومين عندي حماية وحماتي واخوات جوزي، ربنا يا رب يديمهم نعمة في حياتي ويطول في عمرهم ويخليهم ليا يا رب. وكل حاجة انا عملتها النهاردة والله العظيم والله قليل، يعني انا كان نفسي اعمل لهم الحلو كله. هنا خلاص خلصت كل حاجة وغرفت كل حاجة. يا رب الفيديو يعجبكم. لو وصلتوا الفيديو للنهاية يعني انتوا بتوصلوا معايا لاخر الفيديو، ما تنسوش تحطوا اللايك وتفعلوا زر الجرس. باي باي.